كل واجري ما تدفعش الحساب. بص على النسوان. اضرب اضرب ولا اهرب. انهب. بص على النسوان تاني. طب والله دمك زي العسل وشربات بهدوم لامبردور اللي انت لابسها دي. ايه ده يا عم؟ انت شايفني بعينيك ولا ايه؟ لا انا مش شايفك بعين، انا شايفك بقلبي. دي حاجة غريبة اوي. طيب ممكن اقعد معاك على الترابيزة بتاعتك؟ اصل المحل ده زحمة اوي. اتفضل يا حاج، هي كانت ترابيزة امي ولا مكتوبة باسمي؟ اقعد يابا اقعد. ميرسي اوي لذوقك يا ابو الواجب، وعموما انا مش هضايقك. انا هضرب رغيف الحواوشي بتاعي في الفورتي فورتي وهخلع على طول، اصل ورايا شغل كتير. حواوشي ايه؟ عليا الطلاق، لا انت واكل معايا كباب وكفتة. ندي ايدك يا راجل. يا عم بس من غير ما تحلف بالطلاق، بلاش تعود لسانك على الكلمة دي غلط. عادي يا حاج، انا اصلا مطلق، بحب احلف بالطلاق كتير، تقدر تقول في الكلور مثلا. وانت ما اتجوزتش بعدها ليه؟ ده حتى الجواز ستر وعفخ. انت اكيد كنت بتحبها ومش قادر تنساها، اكيد كنت بتحبها بقى ومش قادر تنساها والكلام ده، ومخك عمال يرجع شريط ذكرياتك معاها، صح؟ شريط ايه وذكريات ايه يابا؟ هي عايشة معايا في الشقة عادي. عايشة معاك؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ عايشة معاك في الحرام كده؟ هشرح لك، اصل انا طلعتها على الورق عشان تاخد معاش ابوها، بس احنا عايشين مع بعض كده بالحب، ورق عرفي، احنا ما نقدرش نسيب بعض. وانت ليه يا ابني تعمل حاجة زي كده؟ كل ده علشان حتة معاش 1000 ولا 2؟ الحياة بقت صعبة يا عم الحاج، ده انا صرفت ورث اخويا في 3 شهور، الفلوس بتطير زي العصافير يا حاج. ايه ده؟ هو انت ورثت من اخوك؟ اخوك ده ساب فلوس كتير ليك يعني ولا ايه؟ مش بالظبط، بس انا مضيت ولاده الايتام على ورق وقلبت حقهم وخدت. الله يخرب بيتك يا ابني، ده انت مش بني ادم يا اخي. لو جالك لعمة كل عشاء، ما انت مش احن عليه من اللي عماه. انت ما بتاكلش ليه صحيح؟ اكل عشاء؟ لا كل كباب معايا. يا عم انت طلعت مراتك على الورق وكلت حق الايتام، مش فاضل بس غير تشرب دم وتبقى دراكولا المصري. بصراحة يعني انا خايف اكل معاك. خايف من ايه بس؟ وانا هسمك؟ ما انا باكل معاك عشان تطمن. لا يا عم، خايف اللحمة تكون مضروبة ولا حاجة، ولا تكون لحمة حمير مثلا. لا ما تخافش، الكباب ده سليم، الحواوشي بتاعك هو اللي من لحم الحمير. نعم. مش مصدق؟ طب خلص الرغيف ده كده وانت هتلاقي نفسك رايح للبرسيم بعدها على طول، وعمال ترفس برجليك اللي ورا. وانت بقى عرفت منين ان الحواوشي معمول من لحمة حمير علشان ب5 جنيه يعني؟ لا عشان انا اللي بورد حمير للمحل ده. يا راجل انت بتهزر صح؟ لا والله مش بهزر، انا بتكلم بجد، اصل انا كل اسبوع بجيب لهم حمارين في المطبخ. وانت بقى عدم اللامؤاخذة بتعمل كده ليه في الحمير يعني؟ عندك مشكلة مع الحمير من وانت صغير؟ ده اسمه بيزنس يابا، بيزنس. وبتكسب كويس بقى من الشغلانة بتاعت الحمير دي؟ والله يا حاجة ومبلغ يسد مع فلوس البودرة. بودرة ايه يا عم؟ قصدك بودرة تلك بتاعت الأطفال وكده. تلك ايه وتنج ايه يا حاج؟ قصدي بودرة هيروين، بس انا اصلا ببيعه مغشوش. انت بتغش الهيروين ليه يا عم؟ ليه ما تسيبه؟ انت حالف تاخد ذنوب سك. اصل زبون المخدرات ده ما بقاش زي زمان، كيفه اللاتش السريع بقى بينافس البودرة وسعرها رخيص. ياه، ده انا امي في شبابها كانت بتوزع بال5 كيلو في اليوم. ايه ده؟ هي امك كمان كانت بتتاجر في المخدرات؟ لا دي البركة بتاعتنا، ربنا يديها الصحة، هي مدورة شاف اول فيصل. اصل المخدرات دي كانت تفاريح بتسلي وقتها وقت الفراغ عشان الملل. شقة ايه يا ابني اللي مدوراها؟ الله يخرب بيوتكم. اكيد مش شاهد فول يا والدي، دي شاهد العيلة. ايوه كده يا اخي، دماغي راحت لبعيد. فاتحة البيت يعني؟ فاتحة البيت ولما الشمل ومشغلة عمتي وخالتي واخواتي البنات. هي دي الستات المكافحة بصحيح، ومشغلاهم ايه بقى؟ ربنا يكفينا شر المكافحة،
مشغلاهم فتيات ليل. يا نهار اسوح، انت بتقول ايه يا عم؟ مشغل النسوان العيلة كلها فتيات ليل؟ يا نهار اسوح، يا خبر، يا وقعطين. لا طبعا مش كلهم، اختي الصغيرة اصل دماغها ناشفة ما وافقتش تشتغل فتاة ليل. يا سلام على المبدأ، اكيد ما وافقتش علشان ما بتحبش الحرام، برافو عليها. لا عشان ما بتحبش السهر، بيعمل هالات سودا تحت عينيها، شغلناها فتاة نهار. انتوا ايه يا عم؟ انتوا ايه يابا؟ انتوا ما فيش في عيلتكم مهندس معماري يا ابني، مدرس حاسب آلي، اي حد محترم؟ ايه العيلة الوسخة دي؟ عندنا يابا خالي ربنا يهديه شغال دكتور. اوه، ايوه كده يا اخي، اخيرا حد شغال ملاك رحمة. مش عايزك تتثبت قوي كده، ده حقير وواطي وكلب فلوس. امال عايز ربنا يهديه ليه؟ رافض يتاجر في الاعضاء مع انها بتكسب كويس قوي. انت بتاكلش ليه؟ يا عم مش عايز اطفح، مش عايز اطفح، لا تكون حاطط لي لحمة بني ادمين في الكباب. قول لي صحيح، انت بتحب تيجي المحل ده بالذات ليه؟ ها؟ بحاول اشقط مرات صاحب المحل. ليه بقى؟ هي حلوة للدرجة دي؟ ها؟ لا حلوة ولا حاجة، دي وشها شبه الصندة، بس انا بحب الستات المتجوزة. يا عم انت، يا عم انت عندك تارجت ذنوب بتقفله يا حبيبي؟ انت ايه؟ شيطان؟ يا عم ذنوب ايه ده كله ترويج، جبر الذنب بقى عشان خاطري، يا رب تعدمني لو ما كلت. اللهم امين يا اخي، الهي تتشل في مكانك ما تعرف تقوم من على الكرسي يا بعيد. البنت السامية بترن عليا ايه؟ يا رب تكون نزلت الواد اللي حملت فيه بالغلط. سامية دي عشقتك صح؟ لا بنت الوصانية. يا لهوي عليا وعلى سنيني، البنت دي امها فين؟ فين؟ لا اجرتها لواحد صاحبي، بس هو ابن ناس يعني، فاكيد احسن مني ومنك. اجرت ايه يا حيوان؟ انت حيوان؟ هي شاليه ولا سكوتر تأجره بالساعة؟ ما تفكرنيش بقى، اصل عقدها قرب يخلص. عادها يخلص ليه يعني بقى؟ هي ماضية مع ليفربول. كبرت بقى يا والدي، ما هو الانسان ايه غير شوية سنين ورا بعض، خلاص بقى بقت زي الشيف اكرامي كده. خلاص بقى، خلاص ممكن تدرب، تدرب وتعمل تيم، وعلى رأي المثل انتبت الصحبة دربت. لا مش هينفع، انا قررت اريح، اصلها شافت كتير برضه. هتقعدها في البيت وتعمل لها ماتش اعتزال وتصرف عليها يعني، واللازم انه ده ايه المثالية العالية دي كلها يا حاج؟ انت رافع سقف توقعاتك معايا كده ليه؟ على اساس اللي انت قاعد مع كمال ابو ريا؟ امال هتريحها ازاي؟ هتسفرها المالديف اخلص عليها وبعد كده احزن عليها. وتحزن ليه بقى يا اخويا؟ على اساس ان عندك مشاعر زي البني ادمين العاديين؟ مش مراتي يا جدع، هو انت فاكرني ايه ما عنديش قلب؟ هو انت مش خايف الحكومة تقبض عليك وتروح في 60 داهية ان شاء الله؟ لا ما تقلقش، انا عامل حساب اللي هيلبسها بدالي جاهز. وكمان هتلبس القضية لواحد غيرك؟ ده ايه الجبروت ده؟ انت ايه يا عم؟ ايوه لسه خارج اول امبارح من مؤبد في قتل ابويا. هو قتل ابوك صحيح؟ لا انا اللي قتلته من 25 سنة، بس لبستها له برضه. انت ما عندكش حد غير الراجل ده تلبسه بلاويك؟ ده على كده بقى مانيكان قضايا. اصله طيب قوي يا عم الحاج، من النوع اللي قلبه مليان خير ومسالم كده، واللي زي ده لازم ياخد على قفاه عشان يعمل لك انتباه. بصراحة من غير قفش، انت مبهر في حقارتك يا ابني. انا حاسس اني قاعد بتغدى مع برميل زبالة. تتغدى ايه بقى؟ ده انت ما مدتش ايدك في الطبق، انت بخيل ولا ايه؟ لا ما انا كنت هاكل معاك بصراحة، بس لما انت قلت بسم الله ما قدرتش امد ايدي. اشمعنى؟ انا معرفتكش بنفسي صحيح، انا الشيطان يا حبيبي. ايه؟ سلام قولا من رب الرحيم. ما تكملش، ما تكملش، لا تولع وانت قاعد قدامي يا جدع. ده انا جاي اقنعك تاكل وتجري من غير ما تدفع الحساب. وقال ايه؟ فاكر ان دي قمة الشقاوة؟ لقيتك يا اخويا معدي ليفل ابو جهل ومسيلمة الكذاب. ده انا شكلي فايتني كتير مع البشر. ده انا منك لله يا بعيد، منك لله يا اخي، منك لله يا بعيد، منكم لله يا بشر.
منكم لله يا بشر، منكم لله يا بشر. طب انت نسيت العصاية بتاعتك؟ طيب العصاية يا عم، انت فاكرني حرامي ولا ايه؟ طب لو بعتها دي تعمل كام؟